من اول يوم في ثانوي وانت بتذاكر كأن حياتك واقفه على نتيجه. شد حيلك علشان تدخل كليه محترمه، لو جبت مجموع كبير هترتاح. وفعلا شديت حيلي، دخلت الكليه، اتخرجت واشتغل. بس فجاه هنا انت تكتشف انك بتشتغل 8 ساعات في اليوم، وكل اللي بتعمله انك بتدفع الفواتير كل شهر وتستنى الشهر اللي بعده والشهر اللي بعده والشهر اللي بعده والشهر اللي بعده. ساعتها بتقعد وتسال نفسك، هو ده النجاح اللي هم وعدونا بيه فعلا؟ طب هو انا ليه ما بقتش غني؟ وليه في ناس مش معاها شهادات اصلا بيبقوا اغنى من الدكاتره والمهندسين؟ عايز اقول لك انه مش لوحدك اللي سالت الاسئله دي. روبرت كيوساكي مؤلفنا النهارده سال نفس الاسئله، وكان بيقول انه عنده ابين. واحد كان دايما بيقول له ذاكر وشغل هتبقى كويس، والتاني بيقول له افهم الفلوس وخليك ذكي وخلي الفلوس هي اللي تشتغل عندك. الطفل اللي بنتكلم عليه النهارده بقى مليونير، بس مش لانه سمع الكلام ده، علشان هو شاف الواقع من منظورين وفهم ان الفقر والغنى مش في الجيب، في الدماغ. ودي قصه ريتش داد بور داد، الكتاب اللي هنتكلم عليه النهارده، اللي غير حياه ملايين ويمكن غير حياتك انت كمان. الكتاب اللي مؤلفه روبرت كيوساكي، الكتاب الاكثر مبيعا في تاريخ الكتب الماليه على مستوى العالم، الكتاب اللي اتباع منه اكتر من 27 مليون نسخه، مترجم لاكتر من 51 لغه عالميه، وكان لمده 25 سنه في قوائم الكتب الاكثر مبيعا. والنهارده هنعرف السر ازاي طريقه التفكير في الفلوس بتفرق هنا بين الفقر والثراء. حرفيا الكتاب ده مش مجرد كتاب، الكتاب ده ثوره فكريه غيرت طريقه تفكير ملايين من الناس، وانه اول ما اتنشر سنه 1997 كان صدمه حقيقيه للعالم المالي التقليدي وقتها. والكتاب النهارده مبني على 3 اختلافات جوهريه بين عقليه الغني وعقليه الفقير. وخليني احكي لك، بيتكلم عن الاصول والخصوم والفرق بينهم، بيتكلم عن حاجه اسمها التعليم المالي، حاجات اللي مش بتاخدها في المدارس، وفكره انك بتشتغل عشان تتعلم مش عشان المرتب. وخليني اقول لك المقوله الشهيره من الكتاب، انه قال ان الفقراء والطبقه المتوسطه بتشتغل علشان الفلوس، انما الاغنياء هم اللي بيخلوا الفلوس تشتغل عندهم. خلينا نتكلم عن كل فكره كده بالتفصيل. لما اتكلم عن الاصول والخصوم قال ان في فرق اساسي تقريبا 95% من الناس ما تعرفوش، وادى مثال هنا بين الاب الغني والاب الفقير. الاب الفقير كان بيقول له ان بيتنا ده هو اهم استثمار في حياتنا، ولما نجيب كمان معاه عربيه كويسه احنا كده عندنا اسيتس قيمه. انما الاب الغني كان بيقول له ان البيت اللي بتسكن فيه ده مش استثمار، ده عبء مالي بيخرج فلوس من جيبك كل شهر. خليني اوضح لك بمثال. الاصل معناه انه اي حاجه تزود فلوس في جيبك كل شهر، ان الحاجه قيمتها بتزيد مع الوقت، ان الحاجه دي او الاسيت ده بيعمل لك حاجه اسمها باسيف انكم. اما اللايبيليتي او الخصوم اللي بيقول عليها في الكتاب، فهي الحاجه اللي بتطلع الفلوس من جيبك كل شهر، وطبعا قيمتها بتقل مع الوقت وبتحتاج مصاريف مستمره. وخليني دلوقتي ادي لك مثال. شخصين معاهم نفس المبلغ، مليون جنيه. الشخص الاول اشترى شقه بمليون جنيه وسكن فيها، عليه اقساط كل شهر تقريبا ب 7000 جنيه، بيدفع كهرباء وغاز وصيانه ب 1500 جنيه. الشقه هنا كل شهر مش بتدخله فلوس، بل بتاخد منه فلوس، اللي هم ال 8500 جنيه اللي اتكلمنا عنهم من شويه. الشخص الثاني اشترى الشقه وقرر انه يأجرها، اجر الشقه شهريا ب 9000 جنيه. لو بصيت الفرق بين الاثنين هتلاقي واحد كل شهر بيدفع فلوس والتاني بياخد فلوس. اللي عايز اديهولك من المثال ده ان الاصل اللي بيدخل جيبك فلوس كل شهر، اللايبيليتي هي اللي بتاخد من جيبك كل شهر. ومن الحاجات المؤثره اللي شفتها في الكتاب لما قال انه الاغنياء بيشتروا اصول، بس الفقراء بيشتروا خصوم ويفتكروها اصول. فاهم قصدي؟ الفكره الثانيه في الكتاب هي التعليم المالي، وزي ما قلت لك مش اللي بتاخده في المدارس. والكتاب هنا بيثير تساؤل، هو ليه ما حدش علمك في المدرسه ازاي تدير الفلوس؟ وليه قضيت حياتك في التعليم حوالي 16 سنه وما فيش ماده واحده اسمها الحريه الماليه؟ والكتاب بيتكلم عن احصائيه انه في اكتر من 70% من الناس حوالين العالم ما بيعرفوش يقروا كشف الحساب بتاع البنك، ولا يعرفوا يعني ايه الكاش فلو او التدفق النقدي، وبيمشوا في الحياه بمبدا اشتغل كتير اصرف قليل وحط شويه فلوس في البنك. وده اللي بيطلع عليه منهج الاب الفقير اللي هو المدرسه. ذاكر كتير، خد شهاده، اشتغل في وظيفه مضمونه، شيل فلوس في البنك، خاف من الديون، اوعى تخاطر. الفلوس بالنسبه له هي شر لازم، والحريه عنده متاجله لبعض المعاش. اما منهج الاب الغني انك تبني اصول تشتغل مكانك وتحاول تفهم الفلوس بتشتغل ازاي. بيستخدم الديون الذكيه علشان يشتري اصول حقيقيه، بيتعلم المخاطر مش بيهرب منها. وخليني اقول لك انه المدارس بتجهزك علشان تبقى موظف مش عشان تبقى غني، والفرق بين الاثنين هو اللي بيحدد مستقبلك. الفكره الثالثه من الكتاب وهي انك تشتغل علشان تتعلم مش علشان المرتب. وقال قصه كده من الكتاب لما كان عنده 9 سنين، لما بدا اول شغلانه مع الاب الغني، كان بينظف علب تونه ب 10 سنت في الساعه. بعد 3 اسابيع من الشغل اتعصب وراح يشتكي. ساعتها الاب الغني رد عليه بجمله واحده، لو انت كل اللي شايفه في الشغلانه دي هو المرتب يبقى هتفضل عبد للمرتب طول حياتك زي ابوك الفقير. وبدل ما يزود له المرتب بتاعه قطعه عنه خالص، وقال له وقتها اتعلم ازاي تكسب من غير ما تستنى لحد اخر الشهر. بغض النظر عن العمل كيوساكي في القصه وان هو سيح فلوس علشان يعمل فلوس تانية او يطبع فلوس تانية وده غير قانوني، بس اللي طلع بيها من القصه دي انه الفلوس مش مجرد ورق، الفلوس فكره، وانه القيمه الحقيقيه مش في جيبك، القيمه الحقيقيه في دماغك. وطبعا القاعده الذهبيه اللي طلعنا منها من القصه دي انه لو بتشتغل عشان تتعلم عمرك ما هتحتاج مرتب، ولو بتشتغل علشان مرتب عمرك ما هتتعلم تبقى غني. واتكلم عن مهارات لازم تتعلمها النهارده قبل بكره في الكتاب بتاعه، زي البيع على سبيل المثال. علشان تعرف تبيع
تبيع نفسك وفكرتك، وتتعلم التسويق علشان تبني جمهور وتوصل للعميل بتاعك، وتتعلم محاسبه علشان تفهم ارباحك وخسارتك، وتتعلم القانون علشان تحمي مجهودك، وتتعلم التفاوض علشان تحقق اكتر بمجهود اقل. تعالى دلوقتي نتكلم عن النظام العملي لتطبيق ريتش داد بور داد في حياتنا. كيوساكي يلخص التطبيق ده في 7 خطوات. انك تبتدي بالتعليم المالي، مش مطلوب منك تكون خبير اقتصاد، بس تبقى فاهم الفلوس بتمشي ازاي. وتاني مبدأ هو ادفع لنفسك اولا، واللي هو بيقول ان الناس بتقبض مرتبها، بتصرف وتسدد الفواتير والاقساط اللي عليها، ولو في حاجه فاضله فبيوفروها. انما في الكتاب بيقول لك اول ما تقبض حاول تستثمر الاول، وبعد كده اعمل اي حاجه تانية. ثالث مبدأ وهو انك تبدأ صغير، وانه محدش بيبدأ بمليون جنيه على طول. يعني مرتبك مثلا لو 10000 جنيه، وفر منه اول 100 جنيه تستثمر بيها في حاجه، حتى لو الاستثمار ده كان في نفسك، بانك تشتري كتاب او تشترك في كورس. وفي الكتاب اتكلم برضو عن ان انت تختار دايرتك بحكمه، وقال قانون كده ان هو دخلك هو متوسط دخل اقرب 5 ليك. شوف انت اقرب 5 ليك، المتوسط بتاعهم هو المرتب بتاعك. ابعد عن الناس اللي بتشتكي دايما او بيخافوا من الفرص، قرب من الناس اللي عندها مشاريع. اتكلم برضو عن ان انت تنوع مصادر دخلك، وقال انه الاعتماد على مصدر دخل واحد هو انتحار مالي. وبرضو اتكلم عن ان انت تستثمر في عقلك قبل فلوسك، لان العقل هو الاصل الاول. واخيرا انك تبني نظام ذكي مالي ومتكامل، وده معناه انك تقسم المرتب بتاعك كانك شركه، فبتحدد جزء لمصاريفك وجزء لاستثماراتك وجزء للتوفير وجزء لتطور بيه نفسك. وبيقول لك هنا ان الحريه الماليه مش حلم بعيد الحقيقه، بس هو نتيجه قرارات صغيره يوم ورا يوم يعني. وبيقول لك انك تبدا النهارده ولو ب 100 جنيه، ولو بصفحه واحده من كتاب، المهم ما تقفش. الكتاب ده زي ما هو غير ملايين من الناس، بس برضه عليه انتقادات شويه. تقييم الكتاب على امازون باكتر من 122 الف تقييم، ب 4.7/5. وخليني برضه اوضح لك انه الكتاب مش بيديك خطوات تفصيليه للاستثمار، وانت محتاج تقرا كتب تانية متخصصه علشان تفهم اكتر عن الحريه الماليه. الكتاب بيديك مبادئ عامه مش حاجه تفصيليه. خليني اقول لك من الحاجات المضحكه جدا انه في جدل حوالين ان في اصلا حد اسمه اب غني ولا لا في حياه كيوساكي. بعض الارقام والحكايات اللي اتقالت جوه الكتاب مبالغ فيها شويه، وبعض النقاد قالوا عن الكتاب ان هو تبسيط مخل جدا بالفكر. وللامانه العلميه كيوساكي اعلن افلاسه سنه 2012، اعلن في 2024 انه عليه ديون باكتر من مليار دولار. بس علشان نكون منصفين، الكتاب حرفيا عمل تغيير جذري لناس كتير قوي في حته العقليه الماليه، عمل تبسيط ممتاز حقيقه للمفاهيم المعقده. الكتاب يعتبر محفز قوي جدا عشان تبدا الاستثمار. الكتاب مليان امثله واقعيه ومفهومه. وخلينا نسال سؤال دلوقتي، هل الكتاب ده هيخليك غني؟ الاجابه قاطعه لا، ومفيش كتاب هيعمل كده عشان بس ما تسرحش بعيد. بس هل الكتاب ده هيغير طريقه تفكيرك؟ وده اهم استثمار في حياتك دلوقتي. طيب الكتاب ده لمين؟ لو انت مبتدئ في حته التعليم المالي فالكتاب ده ليك، او لو انت موظف حاسس بالاستنزاف انصحك بيه. لو انت شاب في بدايه المشوار خلصت ثانويه عامه، لو سمحت هات الكتاب ده. طيب الكتاب ده مش لمين؟ لو انت اصلا مستثمر او بدات عمليه الاستثمار فالكتاب ده مش ليك. لو انت بتدور عن حلول سريعه ومتخيل الكتاب ده هيديها لك فبرضه الكتاب ده مش ليك. لو انت من الناس المتحفظين ماليا وبتخاف من المخاطر فالكتاب ده مش ليك. الكتاب ده يعتبر بدايه الرحله مش نهايتها. وخليني ارشح لك دلوقتي كتب تانية مناسبه ليك: ذا انتليجنت انفستور، ذا مليونير نيكست دور، والكلاسيكيه بتاع ثينك اند جرو ريتش. وخليني اقول لك انك لو طبقت 50% بس من الكتاب قاله في حياتك الماليه هتتغير جذريا خلال 3 سنين من النهارده. وده مش وعد انك هتبقى غني، ده وعد بالتفكير الصحيح اللي يوصلك للغنى. وما تنساش انه كل يوم تاخير هو يوم بتخسره في رحله حريتك الماليه. لو الفيديو ده عجبك ساعدني اوصل لناس تانية ممكن يعجبها الكتاب. تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب في القناه، وقول لي في الكومنتات ايه الخطوه اللي هتعملها الاسبوع ده عشان تبدا تطبق تعاليم الاب الغني. وانا مستني اشوف نجاحك بعد سنه من النهارده. سلام.